فانت عايز تنجح في حياتك، عايز تبقى حاجه في حياتك، ما تتعشمش في الناس، ما تتعشمش في واحد هيعينك ولا هيشغلك في المكان الفلاني، لا، شق طريقك انت بنفسك، اعتمد دايما على الله، خلي عندك عشم في الله. اللي بيتعشم في الله هو اللي بينجح، اللي بيتعشم في الله هو اللي بيبقى عنده صلابة كده، بيقوم ويقع ويقوم ويقع ويخسر ويعمل ويكسب كتير يوم ويخسر قليل يوم، بيبقى عنده قوة كده مش عند حد. لما تجيب الحاجة اللي انت نفسك فيها، مثلا نفسك في عربية، لما تجيب من العربية دي من شغلك انت وشقاك وتعبك، هتحس بحلاوتها كده، هتحس بالاستمتاع، هتبقى خايف عليها جدا، خايف العربية تتخرب، مش خايف تخبطها، خايف تعملها. اما واحد مثلا بابا هو اللي جايب له العربية ولا امه هي اللي جايبه له العربية، هيقعد يخبط فيها، ده لو اتقلبت لو العربية باظت ولا هيقعد ولا حصل لها حاجة مش هتفرق معاه، ما في حد بيجيب له وبيعمل له، مش هيحس بقيمة الحاجة اللي في ايده. اما اللي بيتعب في الحاجة عشان يجيب الحاجة دي لنفسه، هو ده اللي بيحس بقيمة الحاجة اللي في ايده، هو ده اللي بيقدر يحافظ على الحاجة دي. فانت دايما او انت تعشمي دايما في الله، ودايما دايما اتعبي واجتهدي عشان توصلي للحاجة اللي انت عايزاها، ما تستنيش حد يعمل لك حاجة.